بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. نقول لحبايبنا قبل ما نبدأ في الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معانا فيديو كده جميل النهاردة بقى، كده هيعجبك ان شاء الله. معايا هنا سردينة بلدي بقى، بس ما شاء الله حجمها كده حلو خالص. غسلتها حلو ونقعتها، غسلتها كويس ونقعتها في خل وليمون، وبالراحة بقى كده على غسلها عشان ما تتهريش معانا. هي لسه طازة ما شاء الله، بس لونها جميل ازاي وبتلمع. هنعمل بقى منها كده صينية وهنقلي منها كده. غسلتها بقى ورصيتها، هنعمل لها الدقة بتاعتها اللي بتديها الريحة الجميلة الحلوة دي، وهنقليها مع بعض ونعمل معاها كده طبق رز صيادية. معايا هنا فلفل بقى، قرن حامي وقرن بارد، ومعايا ليمونتين وتوم وهريسة شطة وملح، وهنضربهم حلو في الكبة وهنتبل بيهم بقى السردينة بتاعتنا. التتبيلة دي بقى بتفرق خالص وبتديكي طعم جميل قوي وانت بتقليها. هنجيب الكبة ونحط فيها الخلطة بتاعتنا اللي قلنا عليها، وهنديها معلقة كمون. هنعصر الليمون بقى في الدقة كده عشان يديلها طعم المزازة الحلوة اللي بتبقى موجودة فيها. حط لايك للفيديو بقى ما تنسيش، كلنا بنشجع بعض وكلنا بندي افكار حلوة لبعض عشان نكبر مع بعض ان شاء الله. هناخد بقى كده معلقة هريسة شطة ومعلقة كمون، هنضرب الكلام الحلو ده كله بقى في الكبة مع بعض. ومعلقة ملح. بصي الدقة ناعمة معايا وحلوة ازاي. هناخدها بقى كده نغطي بها السردينة بتاعتنا. هناخد بقى السردينة نفضيها في حاجة واسعة تانية، هنعمل بقى الخلطة كده في السردينة حلو. حطها في التلاجة بقى بتشرب من الدقة بتاعتها دي، بتبقى جميلة. بس ما شاء الله. هنعمل بقى طبق سلطة كده حلو عادي خالص، ما فيهوش اي حاجة، هنضيفه جنب الاكل. ومعايا بقى الحلة اللي هعمل فيها كده الرز. معايا زيت سخن على النار، هنزل بيه بقى كده معلقتين بصل مفرومين كبار، بصلاية كبيرة يعني، وهنقلب فيها بقى اما تدينا اللون المكرمل الحلو البني ده.
اللون المكرمل ده بقى اللي بيدي اللون الحلو للرز. ومعايا الرز غسلاه ومصفياه. هنقلب بقى كويس كده ما يديني اللون البني اللي قلتلكوا عليه. او بس اللون ده ما تخافيش اللي هو اتحرق ولا حاجه، لا انا بقلب فيه على طول عشان يدي بقى اول ما انزل عليه بالميه كده يدي لون الميه حلو. نزلت عليه بالميه، هنسيبها بقى تغلي. ضفت الملح والكمون. هنسيب الميه بقى كده تاخد غلوه حلوه معاها. هنقلب بقى السردينه كده في الدقيق حلو معانا. وفي زيت سخن بقى وهننزل بيها. اما تسيبيها بقى في التلاجة بتدي طعم حلو وتحس ان هي متشمعة كده وحلوة وريحة الدقة فيها جميل. هنزل بالرز بقى كده. وكده بقى السردينة طلعت معانا اهيت ما شاء الله، والرز وطبق السلطة. وحط لايك للفيديو، ومع السلامة ان شاء الله في فيديو جديد.